أنه اليوم بعث الرئيس بوتفليقة بمبعوث إلى الرياض لمقابلة الملك السعودية هنالك في ظل هذه الأزمة التي كانت غير معلنة والآن باتت معلنة ما بين الجزائر والرياض. زهير، أيتمه بالدبلوماسية الجزائرية مثل الجيش يقال بأنه من الثوابت التي لا يجب أن نناقش مضامينها أو القرارات نتاعها. هل تتفق مع هذا الرأي فيما يتعلق بالدبلوماسية على الأقل اليوم؟ لا، شوف احنا يعني درنا واحد الطابوهات في هذه البلاد، ما نقدرش نهضروا على السياسة، حتى السياسة الأمنية ما عندناش الحق نتحدثوا فيها. لما لا؟ نتحدثوا في الأمور الأمنية والسياسية والدبلوماسية. صح. لما لا؟ لأنه نشوفوا مصالحنا كذلك. إذا كان العالم يتغير وإحنا قعدنا في دبلوماسية السبعينات، يعني كيفاش روسيا وتخلت على بعض المبادئ وإحنا ما زلنا متشبتين بمبادئ لا. يعني اليوم الكل كان هذا كنا نقولوا من قبل يعني ديمقراطيه، يكون كانت عندنا دوله القانون ودوله وبرلمان حقيقي نناقشوا مثل هذه القضايا. نعم، يجي وزير الدفاع ونتحدثوا في الامور الدفاعيه. مثلا ان تستقبل الجزائر وزير الخارجيه السوري وليد المعلم. دار ضجه على مستوى عربي في ان الجزائر هنا خرقت المبدا الذي قالت بانه عدم التدخل، وهنا استفزت الرياض. ما رايك؟ هي شوف الان احنا ماش نتعاملوا في علاقتنا الدوليه تكون نستفزوا الرياض ولا تزعف علينا المروك. لا يعني في الدبلوماسيه لا، الامور لا تسير بهذا الشكل. يعني ما حتى فرنسا يقدر تقول لك زعفت فرنسا ما جاناش الاخر، وزعفت المانيا تزعف فرنسا. يعني كل واحد عنده مصالحه وكل واحد عنده علاقاته الدبلوماسيه. لكن في قضيه سوريا هذه أنا ما نشوفهاش على حساب الرياض، نشوفها على حسابنا نحن كجزائريين. كيف نرى هذه الأمور؟ كيف لنا أن نستقبل وزير خارجية نظام قاتل، نظام يعني دموي، نظام ديكتاتوري، نظام فاسد؟ يعني هذه هي المشكلة هنا، أخلاقي يعني أكثر من تتعارض مع القيم الجزائرية اللي كان دائما مع الشعوب وليس مع الأنظمة. اليوم الجزائر شفناها في ليبيا، حتى في ليبيا. شوف اليوم تروح عند الليبيين يكرهوا الجزائريين. لماذا؟ ليس كرها، ما يكرهوناش احنا مالوغوزمون، هما يكرهوا النظام تاعنا لانه ساندنا النظام في الجزائر ساند معمر القذافي حتى اللحظات الاخيره. ولكن الطرف الثاني يقول لك كانت بشار الاسد الذي قتل ودمر وهجر. لا، في حتى القذافي يقال بانها كانت مسانده صحيحه لان الرجل تدخل الى تعرض الى ضربات غربيه. شوف وتدخل عسكري. اسمح لي، جيتوما في هذه الضربات وحكايه لي كومبلو ايتترا. عندما تشوف تصرف السلطه اليوم، هذه قضيه شكيب خليل، هي عبها كنا نقولوا من قبل قضيه خطيره. عندما تشوف تصرفات اللي لحقنا لها، هذه الرداءه هذه الاخلاقيه اللي لحقنا لها والفساد الاخلاقي اللي لحقنا له، هذا هو الصراع. كيف تفككت يعني الانظمه، هي من اوجدت، هي من اللي وجدت لو تيران، يعني الارض الخصبه للتدخل الاجنبي بممارسات كهذه داخليه. داخليه. يعني عندما تقول الجبهه الداخليه بها كنقولوا الجبهه الداخليه، كيف انت تريد ان تحسن الجبهه الداخليه وتقويها؟ اعتداء خارجي. انسان شكيب خليل الذي يمثل الاخر. يعني لازم كل شيء سليمان شنين حول استقبال وزير الخارجيه السوري، وهل يمكن لمبعوث ان يحل الازمه بين الجزائر والرياض؟ هو المبعوث ربما يستقبل اليوم من طرف الملك، وراح تكون صفعه الدبلوماسيه الجزائريه. طبعا المبعوث هو سي طيب بالعيس، وزير الدوله طيب بالعيس. السعوديين يتحفظون من بين احتجاجاتهم الكبرى هو عدم استقبال وزير الخارجيه الجبير في ديسمبر الماضي. عادل الجبير. بالمقابل استقبل الرئيس وليد المعلم لما زار في زيارته، واستقبل كثير من الوفود الدبلوماسيه، ولم يهضموا بان الرئيس في تلك الفتره لم يكن قادر على استقبال وزير الخارجيه. ثم بعد ذلك جاءت المواقف المتتاليه، منها موضوع قضيه تجريم حزب الله، وقوف الجزائر ضد، قبلها ثاني موضوع المشاركه في الحرب اليمن، ثم بعدها التحالف الاسلامي العسكري ضد الارهاب. كل هذه الحزمه من المواقف خلات الرياض تشوف الجزائر بمنظار انها تتحفظ على المبادرات السعوديه. مش سهل باش تعاود تبنى هذه العلاقات وتبنى هذه الثقه. ولكن ثاني في نفس الوقت انا نقول باللي يعني الوليد المعلم يستقبل في عاصمتين، في طهران وفي في 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 روسيا وفي موسكو. علاه نفتحوا احنا الجزائر؟ لا هذوك حلفاء، هذوك كانوا يحاربوا معاه. المعنى احنا يعني قلنا عدم التدخل، ما ندخلوش. عنده عاصمتين يستقبل فيهم، كان المفروض احنا ننأى بانفسنا عن هذا الصراع. ما عندنا امكانيات. اوكي. ما عندنا طيب. امكانيات
باش نقدر نواجه القوى الدوليه في التنافس. ما عندنا مصالح حقيقيه داخل سوريا نقدر نجيبوها باستقبال وليد المعلم. ما السوريين ما عطاوش لروسيا وما عطاوش لايران، فمن باب اولى ما يعطوش الجزائريين الفرصه في قياده اي مبادره عربيه لنزع في حديث على ان بالعز ياخذ ربما جمله من الترتيبات، ولكن ما كاش حديث. والجزائر تقدم نفسها كطرف يستطيع ان يكون على مسافه واحده من الجميع، ويستطيع ان يكون محورا او يحتضن تفاوضا ما بين الخصوم في حالة ما إذا وافقوا على الجلوس إلى طاولة الحوار. يا قادة هذا الغضب بين قوسين، احنا مصالحنا بدرجة أولى، مصالحنا تقتضي بأننا في هذه المرحلة أقل حاجة نؤمن مسارنا الإقليمي، دولنا الإقليمية. يعني تشوف اللي مصلحتنا مع الرياض وأحسن من استقبال وزير الخارجية السوري هكذا؟ احنا لا، مصلحتنا مع أن نقلل المشاكل مع كل الأصدقاء. تكون عندنا مشاكل قليله، ولكن لا يجب ان نكون ملحقه تابعه للرياض. لا. يعني هي تريدنا ان ننظر الى بعد الشمال. حتى لو اراد البعض ان تكون الجزائر بتاريخها وبعمقها وبجيشها لا يمكن لا السعوديين. طيب الخطاب الشوفيني خلينا منه اكل الان. الخطاب الواقعي البراغماتي حاجه واحده اخرى. عندما يفرضوا عليك منطق اقتصادي يجب ان تتخذ موقف وتتحمل توابعه. عندنا القدره على علاقات الجزائر الدبلوماسيه المتوسطيه والغربيه تكفيها عن العلاقات. ماناش حابين مشاكل زياده مع دول عربيه. يعني انت عارف لما صرا هذا الغضب، المشكله الموريتانيه الان والمشاكل الموريتانيه جزء منها مرتبط بالاشكال القائم. وممكن وتتوقع. كنت تريد ان تقول كلمه سريعه لانه تجاوزنا الوقت. سريعه. شوف، المشكل في العلاقات الدوليه مثلا، وعندما تحب تكون دوله قويه مثل الجزائر، تحب تكون دوله قويه. عندما نكونوا احنا في دوله حقيقيه، انت عندك مشاكل في الداخل، تدخل روحك في سوريا وتجيب المعلم ولا تقول لي ارضاء ولا. شوف، احنا كما كان يقول امنوا الجهات الداخليه حدودنا، ومن بعد نروح اونكور في هذه مساله سوريا. صح. هل تعتقد ان الجزائر عندها القوه او عندها الثقل في العلاقات الدوليه؟ عندها ثقل دبلوماسي. اي ثقل دبلوماسي؟ عندها ثقل وتاريخ. ما عندها حتى ثقل. كيفاش روسيا، ايران، الولايات المتحده، اوروبا مجتمعه ما قدرتش تحل المشكل. الجزائر ستحل مشكل سوريا هكذا. صح. احسن من ان نكون دوله غير معنيه كاع بالاحداث في المنطقه. فو با كيما يقولوا افواغ دي زومبيسيون هكا فوق الحد علينا. نريحوا كما راه عندنا مشاكل داخليه، عندنا انهيار اسعار البترول، عندنا مشاكل. إن استطعنا المساعده فلما لا؟ نؤمن خبز الجزائريين. ممتاز. وبعدين ندخلوا في هذا الامر. شكرا لك زهير أيتموهوب، الزميل الصحفي بجريده الوطن، يعطيك الصحه، والاستاذ سليمان شنين مدير جريده الرائد. مشاهدينا السلام عليكم. اليوم بعث الرئيس بوتفليقة بمبعوث إلى الرياض لمقابلة ملك السعودية هنالك في ظل هذه الأزمة التي كانت غير معلنة والآن باتت معلنة ما بين الجزائر والرياض. زهير أيتموهوب، الدبلوماسية الجزائرية مثل الجيش يقال بأنه من الثوابت التي لا يجب أن نناقش مضامينها أو القرارات نتاعها. هل تتفق مع هذا الرأي فيما يتعلق بالدبلوماسية على الأقل اليوم؟ لا، شوف احنا يعني درنا واحد الطابوهات في هذه البلاد، ما نقدرش نهضروا على السياسة، حتى السياسة الأمنية ما عندناش الحق نتحدثوا فيها. لما لا؟ نتحدثوا في الأمور الأمنية والسياسية والدبلوماسية. لما لا؟ لأنه نشوفوا مصالحنا كذلك. إذا كان العالم يتغير وإحنا قعدنا في دبلوماسية السبعينات، يعني كيفاش روسيا وتخلت على بعض المبادئ وإحنا ما زلنا متشبتين بمبادئ لا. يعني اليوم الكل كان هذا كنا نقولوا من قبل يعني ديمقراطيه، يكون كانت عندنا دوله القانون ودوله وبرلمان حقيقي نناقشوا مثل هذه القضايا. نعم، يجي وزير الدفاع ونتحدثوا في الامور الدفاعيه. مثلا ان تستقبل الجزائر وزير الخارجيه السوري وليد المعلم. دار ضجه على مستوى عربي في ان الجزائر هنا خرقت المبدا الذي قالت بانه عدم التدخل، وهنا استفزت الرياض. ما رايك؟ هي شوف الان احنا ماش نتعاملوا حرب اليمن ثم بعدها مع التحالف الاسلامي العسكري ضد الارهاب، كل هذه الحزمه من المواقف خلات الرياض تشوف الجزائر بمنظار انها تتحفظ على المبادرات السعوديه. مش سهل باش تعاود تبنى هذه العلاقات وتبنى هذه الثقه، ولكن ثاني في نفس الوقت احنا انا نقول باللي
باللي يعني الوليد المعلم يستقبل في عاصمتين، في طهران وفي في 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 روسيا وفي موسكو. علاه نفتحوا احنا الجزائر؟ لا لا، هذوك حلفاء، هذوك كانوا يحاربوا معاه. المعنى احنا يعني قلنا عدم التدخل، ما ندخلوش. عنده عاصمتين يستقبل فيهم، كان المفروض احنا ننأى بانفسنا عن هذا الصراع. ما عندنا امكانيات. اوكي. ما عندنا طيب. امكانيات باش نقدر نواجه القوى الدوليه في التنافس. ما عندنا مصالح حقيقيه داخل سوريا نقدر نجيبوها باستقبال ولد المعلم. ما السوريين ما عطاوش لروسيا وما عطاوش لايران، فمن باب اولى ما يعطوش الجزائريين الفرصه في قياده اي مبادره عربيه لنزع في حديث على ان بالعز ياخذ ربما جمله من الترتيبات، ولكن ما كاش حديث. والجزائر تقدم نفسها كطرف يستطيع ان يكون على مسافه واحده من الجميع، ويستطيع ان يكون محورا او يحتضن تفاوضا ما بين الخصوم في حالة ما إذا وافقوا على الجلوس إلى طاولة الحوار. يقاد هذا الغضب بين قوسين. هذه قضية شكيب خليل هي عبها كنا نقول من قبل قضية خطيرة. عندما تشوف التصرفات اللي لحقنا لها، هذه الرداءة هذه الأخلاقية اللي لحقنا لها والفساد الأخلاقي اللي لحقنا له، هذا هو الصراع. كيف تفككت يعني الأنظمة، هي من أوجدت، هي من اللي وجدت لو تيغان، يعني الأرض الخصبة للتدخل الأجنبي بممارسات كهذه داخلية. يعني عندما تقول الجبهة الداخلية بها كنقولوا الجبهة الداخلية، كيف أنت تريد أن تحسن الجبهة الداخلية من أي اعتداء خارجي؟ إنسان شكيب خليل الذي يمثل الآخر. يعني لازم كل شيء سليمان شنين حول استقبال وزير الخارجية السوري، وهل يمكن لمبعوث أن يحل الأزمة بين الجزائر والرياض؟ هو المبعوث ربما يستقبل اليوم من طرف الملك، وراح تكون صفحه الدبلوماسيه الجزائريه. طبعا المبعوث هو سي طيب بالعيس، وزير الدوله طيب بالعيس. السعوديين يتحفظون من بين احتجاجاتهم الكبرى هو عدم استقبال وزير الخارجيه الجبير في ديسمبر الماضي. عادل الجبير. بالمقابل استقبل الرئيس وليد المعلم لما زار في زيارته، واستقبل كثير من الوفود الدبلوماسيه، ولم يهضموا بان الرئيس في تلك الفتره لم يكن قادر على استقبال وزير الخارجيه. ثم بعد ذلك جاءت المواقف المتتاليه، منها موضوع قضيه تجريم حزب الله، وقوف الجزائر ضد، قبلها ثاني موضوع المشاركه في الحسين. احنا مصالحنا بدرجه اولى، مصالحنا تقتضي باننا في هذه المرحله اقل حاجه نؤمن مسارنا الاقليمي، دولنا الاقليميه. يعني تشوف اللي مصلحتنا مع الرياض واحسن من استقبال وزير الخارجيه السوري هكذا؟ احنا لا، مصلحتنا مع انه نقلل المشاكل مع كل الاصدقاء. تكون عندنا مشاكل قليله، ولكن لا يجب ان نكون ملحقه تابعه للرياض. لا. يعني هي تريدنا ان ننظر الى بعد الشمال. حتى لو اراد البعض ان تكون الجزائر بتاريخها وبعمقها وبجيشها لا يمكن. لا السعوديين. طيب الخطاب الشوفيني خلينا منه اكل الان. الخطاب الواقعي البراغماتي حاجه واحده اخرى. وما عندما يفرضوا عليك منطق اقتصادي يجب ان تتخذ موقف وتتحمل توابعه. عندنا القدره على علاقات الجزائر الدبلوماسيه المتوسطيه والغربيه تكفيها عن العلاقات. ماناش حابين مشاكل زياده مع دول عربيه. يعني انت عارف لما صار هذا الغضب، المشكله الموريتانيه الان والمشاكل الموريتانيه جزء منها مرتبط بالاشكال القائم. وممكن وتتوقع. كنت تريد ان تقول كلمه سريعه لانه تجاوزنا الوقت. سريعه. شوف، المشكل في العلاقات الدوليه مثلا، وعندما تحب تكون دوله قويه مثل الجزائر، تحب تكون دوله قويه، عندما نكونوا احنا في علاقتنا الدوليه تكون نستفزوا الرياض ولا تزعف علينا المروك. لا يعني في الدبلوماسيه لا، الامور لا تسير بهذا الشكل. يعني حتى فرنسا يقدر تقول لك زعفت فرنسا ما جاناش الاخر، زعفت المانيا تزعف فرنسا. يعني كل واحد عنده مصالحه وكل واحد عنده علاقاته الدبلوماسيه. لكن في قضيه سوريا هذه أنا ما نشوفهاش على حساب الرياض، نشوفها على حسابنا نحن كجزائريين. كيف نرى هذه الأمور؟ كيف لنا أن نستقبل وزير خارجية نظام قاتل، نظام يعني دموي، نظام ديكتاتوري، نظام فاسد؟ يعني هذه هي المشكلة هنا، أخلاقي يعني أكثر من تتعارض مع القيم الجزائرية اللي كان دائما مع الشعوب وليس مع الأنظمة. اليوم الجزائر شفناها في ليبيا، حتى في ليبيا. شوف اليوم تروح عند الليبيين يكرهوا الجزائريين. لماذا؟ ليس كرها، ما يكرهوناش احنا مالوغوزمون، هما يكرهوا النظام تاعنا لانه ساندنا النظام في الجزائر عفوا ساند معمر القذافي حتى اللحظات الاخيره. ولكن الطرف الثاني يقول لك يساند بشار الاسد
الذي قتل ودمر وهجر. لا، في حالة القذافي يقال بأنها كانت مساندة صحيحة، لأن الرجل تدخل إلى تعرض إلى ضربات غربية. شوف وتدخل عسكري. اسمح لي، جيتوما في هذه الضربات وحكاية لي كومبلو ايتترا. عندما تشوف تصرف السلطة اليوم بهذه